اولى جامعه حبيب قلبي، مفرغ ومكرس حياتي لاجلك. الشهر ده انا معاكم باذن الله بكل الفيديوهات اللي انتوا هتحتاجوها. طبعا انت اولى جامعه ولو طالب مغترب فطبعا هتروح على سكن جامعي او شقه خارجيه. وبالمناسبه كنت عامل لكم فيديو الفرق بين الاثنين، خش خد جوله عندي في الاكونت. لو انت في مدينه جامعيه والسكن بتاع الجامعه مش هتتعب قوي. لو سكنت اول سنه في شقه خارجيه بص انت هيطلع عينك. طيب انت دلوقتي لو جات لك سكن جامعي هتاخد ايه معاك؟ بص بقى يا برنس، ركز معايا قبل ما تفكر في اي حاجه خالص. ملايه سريرك، كيس المخده بتاعك. طبعا انت الاكل مش هتشيل همه خالص لانه موجود في المدينه، فطار غدا عشاء. فانت هتروح بس هتاخد التوابل بتاعتك، طبق، سكينه، شوكه، معلقه، ادواتك الشخصيه. واهتم بالقصه دي كويس، خليك نضيف كده عشان انت هتعيش مع ناس وناس هتعيش معاك. المزيل بتاعك بقى، البرفن، الكلام ده هتعيشوا مع بعض سوا كده، فما تطينهاش على بعض. بنصح اول اسبوعين ما تاخدش هدوم كتيره وما تملاش الشنطه بتاعتك. لما تروح الاول كده تشوف الدنيا، استريح في اوضه ليك نظيفه مع ناس كويسه، ظبط حالك كده، استقر. بعدها لما تيجي تنزل اجازه بعد اسبوعين ولا حاجه هات باقي حاجتك. ما تنزلش ببطانيه، الحاجات التقيله دي بتاعت الشتاء لسه. روح دلوقتي كده بالحاجات الخفيفه الاول. لو معاك اي معده لاب ولا اي حاجه مهمه ما تاخدهاش في اول اسبوعين دول. ما تنساش قفل ومفتاح علشان الدواليب بتبقى موجوده، بس القفل انت اللي بتجيبه. يعني ما تنساش الفوطه بتاعتك والصابونه. وخليك كده يعني اعزل عن الناس، ما تستخدموش كل حاجه مع بعض. ما تستعملوش صابونه واحده انتوا كلها، تنقلوش امراض لبعض. تضمنش هتاخد المشط بتاعتك، الكريم بتاعك، الحاجات دي. يعني المهم كده خلي فيه شنطه كده ادوات شخصيه، وشنطه تانية فيها كيس المخده والملايه والفوطه والحاجات الجميله دي. بص انت هتحتاج التوابل جدا عشان الاكل اللي هناك مش هتلاقيه اللي هو يعني مش فاهم الصوصات والكلام ده. بالنسبه لو انت بتلبس قمصان والكلام الجميل ده فما تنساش تاخد مكوه كده. هات لك مكوه صغيره دي كده اللي هي بتتشال في الشنط، الحاجات الخفيفه. بص بقى يا برنس، لو انت هتروح بشنطه كبيره لمن فيها كل حاجتك فخد شنطه تاني صغيره، بحيث ان انت لما تيجي تنزل اجازه طبعا مش هتاخد الشنطه دي كلها، هتاخد اللي انت عايزه بس. الحاجات الخفيفه اللي هتتغسل والكلام الجميل ده هتحطه في الشنطه الصغيره دي وتحرك. انا معاكم ان شاء الله الفتره دي، واي استفسار عندك خش كلمني، ولو حاجه تستدعي ان انا هعمل لك فيديو كامل ليها مش مشكله. طيب احنا كده خلصنا قصه السكن الجامعي. لو انت ساكن في شقه تعالى لي يا حبيب قلبي، دي بص هعملها لك في فيديو لوحدها عشان بس ما نطولش على بعض. وعيب عليك لما تكون عندي وسامع كل الفيديوهات الجميله دي وما تكونش عامل لي فولو وشير. يلا اشوفكم في فيديو جديد.